طبعا زي ما انتم شايفين الطبعة واخدة المفروض انها تطبع 40 ورقة. وبعد كده بضغط اوكي اهوت. هتبدأ الورقة معانا تحمل وتاخد الاوردرات، وزي ما انتم شايفين طلعت اول ورقة اهوت والتانية والتالت ورقة. هتفضل تطلع ورق لحد اما دلوقتي اهوت زي ما انتم شايفين وقفت. طيب وقفت ليه؟ وقفت المفروض ان هي ادت لنا بيبر جام انتري 1، وزي ما انتم شايفين حضراتكم ظاهرة على الشاشة قدامكم اهي بيبر جام انتري 1. هنبدأ ان احنا نفتح الدرج، هنلاقي ان الدرج الورق فيه مش موجود، يعني هي البكرة السحب مش قادرة تسحب الورق. دلوقتي هحاول ان انا اجرب مرة تانية ان هي تطبع. بمجرد ان انا هضغط على اوكي عشان اظبط مقاس الورق هتبدأ ان هي تحمل تاني، وهبدأ ان انا اشوف هتطلع ورق معايا ولا لا. زي ما انتم سامعين كده الصوت اللي ظهر في الطبعة ديت. فتحت الدرج التاني لقيتها برضو مش قادرة ان هي تسحب الورق. السلام عليكم. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه حضراتكم احنا شفنا المشكله على الطبيعه اهوت، وفي بدايه الفيديو خالص عرضت لكم المشكله ان الطبعه اللي معانا النهارده هي سامسونج 5835. بعد عدد ورق معين بتبدا بكره السحب ما بتاخدش الورقه بسلاسه. المشكله فيها ان احنا هنحتاج ان احنا نغير بكر سحب، وهنعرف ان شاء الله في الفيديو ده ازاي نغير بكره السحب الخاصه بالطبعه ديت. يلا بينا نروح نشوف الانترو وارجع لكم بعد الانترو. اهلا بكم من جديد، رجعت لكم بعد الانترو. وطبعا دي الطبعه قدامنا، وزي ما انتم شايفين الايرور ظاهر اهوت بيبر جام انتري 1. هنبدا ان احنا نقلب الطبعه على ظهرها بعد اما نفصل الكهرباء منها طبعا، وهبدا ان انا اقلب الطبعه كده بحيث ان انا اشوف بكره السحب قدامي واشوف المشكله فعليا في بكره السحب. وزي ما انتم شايفين حضراتكم لو قربنا على بكرة السحب وشفناها هنلاقي ان بكرة السحب معانا هنا ممسوحة خالص. تمام. طبعا انا دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي ان انا هبدأ ان انا افك بكرة السحب اللي معانا النهاردة دي، وهبدأ ان انا اغيرها بكل سهولة. في بنز هنا اهوت، هبدأ ان انا اشده لفوق كده وازقها لبره كده تطلع معايا بكل سهولة اهيت من غير اي مشاكل خالص. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه بكره السحب من هنا مسحه خالص اهيت، ما فيهاش اي مجال ان هي تسحب الورقه حتى. فان شاء الله هنغير مع بعض بكره السحب دي النهارده. طبعا ديت بكره السحب الجديده بتجيلنا في كيسها كده. هبدا ان انا افكها وهقارن ما بين الاتنين وهنشوف، يعني هنقارن بين دي ودي. زي ما انتم شايفين حضراتكم فرق شاسع بين دي ودي. طبعا الحته دي مسحه اهيت، وطبعا انت هتحسها على الطبيعه اكتر من ان انت تشوفها في الفيديو. طبعا هركب بكره السحب ديت، وعدليه البكره ان انا هركبها زي ما طلعت البكره القديمه. في زي ما انتم شايفين الجزء اللي جوه ديت المجوف ده بيبقى فيه حته مش واخده الدايره كيرف كده في الدايره، فده هيبقى ليمت جوه كده بالطريقه دي كده اهيت. والشفه اللي هي بتقفل البكره هتبقى يمه التروس او يمه العمود زي ما انتم شايفين مكان ايديا كده. هبدا ان انا ادخلها كده وهلفها معايا لحد اما تركب في مكانها كده، وهبدا ان انا ادخلها وهزوق البكره لحد ما تدخل معايا في مكانها كده وتثبت في مكانها كده. وبكده اكون ركبت بكره السحب من غير اي مشاكل خالص وبكل سهوله. هبدا ان انا ارجع الطبعه زي ما كانت واخد بالي من الفيدر عشان ما يتكسرش مني، وهوصل الطبعه في الكهرباء اهوت. طبعا الطبعه قامت معايا اهيت. طبعا الطبعه قامت معايا تمام. هبدا ان انا اركب الدرج بتاعي اهوت. زي ما انتم شايفين هنركب الدرج بتاعنا، وان انا هظبط الشاشه بتاعت الاعدادات. هو كده قرالي ان الدرج اتحط بكل تمام. هضغط اوكي وهعمل ابلاي،
وبعد كده هبدأ ان انا اصور تاني، وهنشوف الفرق بين سرعة المكنة في سحب الورق قبل تغيير بكرة السحب وبعد تغيير بكرة السحب. هنضغط مثلا 10 نسخ وهضغط اوكي، وهنشوف مع بعضنا الفرق قبل وبعد. هتبدأ الطبعة تقوم معانا اهوت، وهنشوف الفرق ما بين قبل وبعد تغيير بكرة السحب. زي ما انتم شايفين الورق بيطلع معانا بكل سهولة اهوت. المفروض ان انا مديها اوردر 10 ورقات. كده خدت معايا ال10 ورقات مظبوط من غير اي مشاكل خالص. الفيديو بتاع النهارده اتعلمنا فيه ازاي نغير بكر السحب للطبعه ال 58 35 او الاس سي اكس او السامسونج اس سي اكس 58 35. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا القناه باللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.